بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه كيرك وبيكون شغال أمن هو وصحابه في المطار، وبنشوفه وهو بيحكي لأصحابه إن صاحبته سابته ليها سنين ورافضة ترجع له، فبينصحوه يتغير لأن بأسلوبه وطريقته دي مفيش واحدة هتحبه. وبعدها بتكون مارني البنت اللي بيحبها في بيت أهله لأنهم يعرفوا بعض من زمان، فهي صديقة العيلة. فبيقول لها كيرك انت سبتيني عشان اللي اسمه رون ده، فبتعايره بشغله وإن رون حبيبها معاه محل بيتزا ملكه، لكن طبعا مش حارس أمن في المطار. وبعدها بنشوف بنت جميلة في المطار وبتكون حلوة لدرجة انها بتلفت انتباه كل الناس اللي في المكان، وبيكون اسمها مولي وبتشتغل في تنظيم الحفلات وشاطرة جدا. واول ما بيشوفها مدير كيرك بيغلس عليها وبيطلب منها تقلع الجزمة وبيحاول يعطلها على قد ما يقدر. فبيروح لها كيرك وبيقول لها تعدي من على الجهاز، ولو في مفاتيح او حاجة الجهاز هيعمل صوت، وبيحرجه وبيطلب منه بلاش يعمل تصرفاته دي. وساعتها بتشكره مولي على انه رفض يشوف مديره بيضايقها. ولما بتركب الطيارة بتقول لها صاحبتها باتي ان الطيارة كانت هتتحرك من غيرها، وبتعرفها مولي ان التليفون نسيته عند الامن في المطار. فبترن عليه من تليفون باتي صاحبتها وبيرد عليها كيرك وبيقول لها انه ممكن يسيب لها التليفون في قسم المفقودات، لكنها بتطلب منه يخلي التليفون معاه لحد ما ترجع بكرة من السفر. ولما ترجع هيكون معاها حفلة بتنظمها في مكان قريب من بيت كيرك، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في الحفلة عشان يديها التليفون. وتاني يوم بنشوف كيرك وصاحبه ديفن في الحفلة وبتعرفهم مولي على صاحبتها باتي، وبتشكر كيرك انه رجع لها التليفون وانقذ حياتها، وبيودعها عشان يمشي لكنها بتعزم عليه يقعد يشرب اي حاجه. وهما بيشربوا بتيجي واحده وبتقول لكيرك ان صاحبه ديفن ده جامد، ولما بيعرف ديفن بيتفاجئ وبيفرح، لكن بيقول له كيرك انه متجوز وانه بيحبها ومش هيقدر يخونها. وبتيجي كيتي اخت مولي تعزم عليهم باكل وبتقول لهم ان الاكل ده وقع منها على الارض، فبيرفضوا وهي ماشيه بتخبط في كيرك، والعصير بيقع على البدله بتاعت مدير المتحف، لكن بيتأسف له كيرك وبيقول له ان دي غلطته هو مش غلطة كيتي. فبيطلب منه المدير انه يشوف دعوة الدخول اللي دخل بيها الحفلة، لكنه بيمشي هو وديفن عشان هو دخل من غير دعوة. وساعتها بتطلع مولي بسرعة وبتتأسف له وبتقول له انها هتعوضه على اللي حصل ده، وان في مباراة لفريق الهوكي وبتطلب منه يحضر معاها. فبيوافق كيرك وبتحضنه وبتمشي. وتاني يوم بيحكي لاصحابه على اللي حصل مع مولي، وانه متأكد ان البنت دي ما تنفعلهوش لان البنت حلوة جدا، ازاي هتحب واحد زيه. وبتيجي مارني وبتقطع كلامهم وبتسأل كيرك لو هيسافر برانسوس مع عيلته الشهر اللي جاي لان اهله عزموا مارني وحبيبها رون يسافروا معاهم. فبيقول لها روحي واتبسطي وانه مش هيسافر. وبعدها بنشوف كيرك وصاحبه ستينر مع مولي وصاحبتها باتي في مباراة الهوكي وبيكونوا مبسوطين جدا. فبتسيبهم مولي عشان تروح تشرب اي مشروب بره، فبيروح معاها ستينر وبيقول لها انه هيشرب معاها. وساعتها بتقول له باتي انها مش معجبة بستينر، لكن مولي معجبة بكيرك جدا، وبيكون مصدوم ومش مصدق نفسه. وبعدها بيكون مع اصحابه ولما بيحكي لهم بيقولوا له مستحيل واحده زي مولي تحبك انت. وبيقول له ستينر ان مشكله كيرك ان شخصيته ضعيفه. وفي الوقت ده بتتصل بيه مولي وبيروح يكلمها بعيد، وبيرجع يقول لهم انها طلبت منه يخرجوا مع بعض، فبيباركوا له لانها باين كده هتحبه بجد. وهناك بنشوف مولي مع اختها كيتي وصاحبتها باتي، وهم بيشتروا لها فستان عشان تقابل بيه السيد كيرك، لكن بتكون رافضه باتي انها تحب كيرك ولا غيره لانها لسه طالعه من علاقه فاشله، وانها بالشكل ده لو هترتبط بكيرك فده عشان هو مش الشاب المميز اللي كل البنات بتحبه، فبكده انت ضمنتي انه مش هيخونك زي اللي قبله. وبتعرفها باتي انه شاب جميل لكن مش مناسب ليها، فبتبتسم مولي وبتقول لها ايوه فعلا. وبالليل بنشوف كيرك ومولي وهما مع بعض، وبيكون منبهر بالمكان وبيقول لها انه اول مره ياكل في مطعم جامد كده. وهما بيتكلموا بيلاحظ كيرك ان الست اللي في الترابيزه اللي جنبه نسيت الجاكيت بتاعها، فبينادي عليها وبيروح يديهولها. فبيشكروا جوزها وبيطلع له فلوس، لكن كيرك بيقول له انه مش شغال هنا وان في تشابه في الالوان بين هدومه وزي المطعم. ولما بيرجع لمولي بيشوفها وهي بتسلم على واحد اسمه كام، فبيطلع الكرسي كيرك عشان يقعد، فبيفتكروا كام انه شغال في المكان بسبب هدومه وبيقعد هو. فبيقول له كيرك تحب تشرب ايه، ولسه هيقول له، وساعتها بتضحك مولي وبتقول له ان ده كيرك صاحبها. فبيقول لها كام ده صاحبك انتي، وبيعتذر لها وبيقوم عشان كيرك يقعد، وبيقول لكيرك انه كان مرتبط بمولي وبيودعهم وبيمشي. وبعدها بيروحوا يتمشوا وبتحكي مولي عن نفسها وانها كانت محامية لكنها زهقت واستقالت من شغلها واشتغلت مع باتي في تنظيم الحفلات وحبت الموضوع جدا. وبيحكي لها كمان كيرك عن نفسه وانه بيتمنى يتعلم سواقة الطيران، فبتشجعه مولي وبتقول له انه يقدر يعمل كده، لكنه بيقول لها انه مش زيها يقدر يسيب شغله بكل سهولة. فبتقول له ان اهلها ما يعرفوش بشغلها الجديد وانها استقالت
استقالت من الشركة لأن والدها راجل قديم ودايما بيدور على المرتب الثابت والأمان، وإن دايما في مشكلة بينهم في التواصل. وبعد ما بيتعرفوا على بعض وبيتمشوا في أنحاء المدينة بيوصلها كيرك لحد البيت وبتشكره على اليوم الجميل وبتسأله لو زعل من علاقتها القديمة بكام، فبيقول لها إنه نسيه ونسي شكله الحلو وعضلاته وكل ده، فبتضحك وبتودعه وبتمشي. وبعد كام يوم بنشوف مولي وهي مع كيرك عشان تتعرف على أهله، وبيتصدموا من جمالها وبيرحبوا بيها جدا. وبيروح يقول لأخوه يتصرف بعقل عشان معاه بنته وما ينفعش يهبل قدامها. وبيشوف رون ومارني قاعدين معاهم، فبتيجي مولي وبيعرفها عليهم وهم وبياكلوا بتحكي لهم عن شغلها وقد ايه هي ناجحه فيه. فبيسالوها ازاي واحده زيها مصاحبه واحد زي كيرك، فبتقول لهم انه بيضحكها وانه حد لذيذ وبتكون مبسوطه معاه. فبتعزم عليها ام كيرك انها تطلع معاهم رحله اخر الشهر، فبتوافق مولي وبيفرحوا بيها. فبتغير مارني وبتقول لها ان هي وكيرك كانوا مرتبطين زمان لكنها مش بتهتم. وبعد الاكل بنشوف مارني وهي بتقول لكيرك انه بقي شياكه وواد جامد، وجنبهم بيكون رون بيسلم على مولي وبيقول لها انها جميله وبيحضنها. ايه يا عم كيرك، قالوا ان شخصيتك اللي ضعيفه مش قرونك اللي طويله. وبعدها بتروح مولي تغسل المواعين مع ام كيرك، وهو بيروح يلعب لعبه الهوكي مع اخوه. ورغم ان اخوه محقق بطولات كتير في اللعبه دي بيكون كيرك محظوظ لان ولا كوره بتدخل فيه، فبيعكسوا الادوار وبيظهر ان وش مولي حلو عليه وما بيخسرش خالص. وبتفرح مولي وبتحضنه، وبعدها بيروح مع مولي البيت والكلام بياخدهم. لكن فجاه الباب بيخبط وبيكونوا اهل مولي، فبيدخل والد مولي وبيمد ايده عشان يسلم على كيرك لكنه مش بيقدر يقوم له الاسباب مش لازم تعرفها، وبيقول لهم يقعدوا عشان جايين من مشوار. وساعتها بيسيبهم وبيهرب، وبيكونوا مستغربين من تصرفاته وبتزعل مولي جدا. وتاني يوم بيكون كيرك في الشغل، فبتيجي مارني وبتقول له انها اكتشفت انها غلطانه وبتطلب منه يرجعوا لبعض، لكنه بيقول لها انت لما شفتي واحده حلوه بتهتم بيا وعاوزاني غيرتي ليه؟ فبتقول له حتى لو انت بتحب مولي فانت متاكد انكم مش هتكملوا مع بعض، وانها خايفه عليه يتجرح وبتقول له يفكر وبتسيبه وتمشي. فبيقول لهم كيرك مش معنى انه اتصل على مولي 17 مره ومش بترد انهم انفصلوا، دي مجرد مشكله بسيطه وهتتحل. وما كانش ينفع ديفن يقول لمارني انهم انفصلوا، فبيشجعوا ديفن واصحابه يروح يعترف لمولي انه بيحبها. وتاني يوم بيسمع كلام صحابه وبيروح لمولي في الحفله اللي بتنظمها، ولما بيسالها ليه مش بترد عليه بتعرفه انها زعلت لما كان عندها في البيت ومرضيش يسلم على والدها، رغم انها عرفته ان ابوها راجل قديم واكيد اهلها اخدوا منه موقف. وبتفكره لما قعدت يوم كامل مع عيلته وهو ما قعدش 30 ثانيه مع اهلها، وبتكون قفلت منه خالص. فبيتاسف لها، وقبل ما يمشي بيقول لها انه لو كان وقف كان هيحصل مشكله كبيره، وعشان كده ما قدرش يسلم على والدها واضطر يمشي بسرعه. فبتضحك مولي عليه وبتقول لها باتي انها لازم تصالحه لانه اكيد مش بيكذب. فبتسمع كلامها مولي وبتروح بسرعه تصالح كيرك، ولما بيرجع بيشكر صحابه جدا. وبنشوفه وهو مع مولي وبيخرجوا وبيكونوا مبسوطين مع بعض. وبعدها بيجي عيد ميلاد كيتي اخت مولي وبتكون عامله لها حفله عشان تفاجئها، وبيغني ستينر صاحب كيرك، وبيكون كيرك ومولي بيرقصوا مبسوطين. واول ما بتشوف مولي اهلها بيروحوا يسلموا عليهم، وبيتاسف لهم كيرك على الموقف اللي حصل في بيت مولي، وبيسالوا ابو مولي بيشتغل ايه، ولسه هيقول انه امن في المطار. بتلحقوا مولي وبتقول لباباها انه طيار، وهم انه بيتكلموا بيجي كامو بيسلم عليهم وبيقول لهم ان اهل مولي عزموه على العيد ميلاد، فبيروحوا يحتفلوا بكيتي. لكن كيرك بيروح يشرب اي حاجه، وبيروح له كامو بيقول له ان مولي وضحت له ان كل شيء بينهم انتهى وانها مش هتسيب كيرك، وبيقول له يخلي باله منها وما يتصدمش لما يعرف العيب اللي فيها. فبيتصدم كيرك وبيساله على العيب، لكن كام بيقول له يكتشف العيب بنفسه لان العيب دي حاجه مش لطيفه. وبعدها بيروحوا البيت وبيسالها على العيب اللي فيها، فبتقول له مين قالك ان عندها عيب، وبتخمن ان كام هو اللي فهمه كده. فبيقول لها كيرك انه مش حلو وانه مش بيهتم بنفسه حتى ما كملش تعليمه، وبيقول لها بذمتك ده جسم واحده زيك تعجب بيه، وبيطلب منها تشوف نفسها حلوه قد ايه وكمان ناجحه وحياتها كويسه وما ينفعش واحد زيه يكون فيها. فبتقول له انه واضح جدا انه مش واثق في نفسه نهائي، وبيفكرها لما كدبت على اهلها وقالت لهم انه بيشتغل طيار رغم انه بيشتغل عامل بسيط في المطار، لكنها بتقول له انها ما طلبتش منه يتغير وانها راضيه بيه بكل حالاته. وبتعرفه انه ذكي ومبدع وحد كويس، لكنه كل ما يشوف واحد بيقارن نفسه بيه وبيقلل من نفسه بشكل كبير، وكمان بيقلل منه في عين نفسه قبل عيون الناس. فبيزعل وبيسيبها ويمشي. فبتطلع وراه وبتقول له انها سابت حبيبها القديم بسبب انه عمل زيه كده، وكمان هو خانها وده دمر علاقتهم، ومن ساعتها وهي مش بترتبط باي حد شبهه. فبيقول لها كيرك لكن ترتبط
تكتب اللي شبهي انا عشان مفيش واحده هتحبني، صح؟ قالت له انت مبسوط وانت بتحاول تسمع نفسك كلام يأذيك؟ فبيقول لها اه مبسوط، وبيسيبها ويمشي. وساعتها بتنهار مولي وبتفضل تعيط. وبعدها بنشوف كيرك في المطار ومعاه مارني، ومسافرين هما والعيله رحله لبرانسون. فبتسيبه مارني يتكلم مع اصحابه وبعدين هيحصلها. فبيقول لهم انه مش عاوز يسافر، وانه لما فكر في كلام ستينر وانه فعلا مش كفايه طلع عنده حق، وبكده هيكمل مع مارني لانها شبهه. وبيسيبهم وبيمشي عشان يلحق الطياره. ومش بيعدي كتير وبيروح له ستينر وبيقول لكل الناس ان كيرك سكران ومجنون ولازم ينزلوه من الطياره. وبيقول له ان مارني دي واحده مش كويسه، وانه حد جميل ما ينفعش يبقى مع دي، لكنهم بيطلعوه بره الطياره لانها خلاص هتتحرك. فبيتصل ستينر بباتي وبيقول لها انهم لازم يصلحوا غلطتهم، وان كل واحد فيهم اقنع مولي وكيرك انهم مش مناسبين لبعض لحد ما انفصلوا. وهناك بيكون كيرك فكر في كلام ستينر، وبيقوم يقول للعيله انه مش هيسافر معاهم، وانه هيرجع لمولي ويثبت لها انه فعلا حد كويس. فبيشتمهم كلهم وبيروح عشان ينزل. فبتقول له المضيفه انه لو هينزل هيدفع غرامه 25,000 دولار، وساعتها بيضطر يرجع مكانه كما كان. وخلاص بتستعد الطياره عشان تطير. بنشوف مولي وباتي وبيكونوا وصلوا المطار. فبيقول لها ستينر ان كيرك في الطياره ومسافر الرحله مع مارني. فبتقول له انه خلاص اختار مارني ومش هينفع تروح له هي. فبيعرفها ان كيرك انقذه من الولاد اللي بيتنمروا عليه في المدرسه وساعده كتير في حياته وهو بجد شخص كويس. وبيعرفها ان كيرك خايف منها اكتر من خوفها منه. فبتروح مولي مع ستينر عشان يحاولوا يوقفوا الطياره. وساعتها ستينر بيكلم صاحبه جاك وبيقول له يوقف الطياره، وفعلا بياخد العده وبيبوظ اي حاجه في الطياره وبيقدر يعطلها. فبينزل كيرك بسرعه وبيقلع التيشيرت وبيرميه في وش مارني وبيجري بسرعه. وساعتها بيكلم ستينر وبيقول له ان عنده حق وانه لازم يرجع لمولي. فبيقول له ان مولي معاه ومستنيينه عند بوابه الخروج. فبيجري بسرعه عشان يوصل لهم. وبتحاول مارني تعطله باي طريقه عشان ما يوصلهاش، لكنه بيفتكر اغنيه تموره وبيقرر يجري وبيوصل لها حتى لو هيموت. وفعلا بيوصل لها. وساعتها بتقول له انها عارفه ان جسمه مش رياضي وكمان مش متخرج من جامعه وعربيته عباره عن خرده، وانها طلبت منه يخرجوا مع بعض عشان حست انها معاه مش هتتجرح. وكمان لما كدبت على اهلها ده عشان ممكن يشوفوه بشكل مش لطيف وهي رفضت ده. وبتتاسف له وبتقول له انها مش مهتمه اذا بقي طيار ولا لا، ومش فارق لها فكره انه يشتغل امن ولا عامل نظافه في المطار. وبتعترف له انها بتحبه ونفسها يبقوا مع بعض. وبيوافق وبيرحبوا ببعض بكل حب. وبس بيخلص الفيلم وبيعيشوا الابطال في امن وسلام. اكتب لي رايك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.